ده بانكيك تفاح حاجة كده في الرايق، والمكونات موجودة عندك كلها في المطبخ. في بولة هنكسر فيها بيضة ومعلقتين من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبة، ونبدأ نحط رش فانيليا وميكس رايق بقى. بعد كده هات معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكوباية لبن صغيرة، تقليبة بقى حلوة، وجهز كوباية من الدقيق وتنزل واحدة واحدة. ليه بقى واحدة واحدة؟ أنا عايزك أنت اللي تتحكم في القوام، مش القوام هو اللي يتحكم فيك، عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. المهم توصل للحلاوة دي، وكده البان كيك جاهز. هات تفاح احمر او اخضر اللي موجود عندك في التلاجة، طلعه وابدأ قطعه سلايس بس على تخين شوية، وهات اي قطاعة صغيرة كده تبدأ تشيل الحتة اللي في القلب دي، وحط الكمية كلها في البان كيك وقلب من فوق لتحت. اظن لحد دلوقتي الدنيا سهلة وبسيطة. طاسة على النار فيها شوية زيت، ونبدأ نحط اول واحدة من البان كيك بالظبط حوالي دقيقة. هتقلب وهتطلع معاك بالحلاوة دي كلها. انا شايف لحد دلوقتي مفيش اسهل من كده. تعمل الكميه كلها وعلى الهادي يا زبادي. هتطلع على طبق التقديم وتبدا تحط شويه سكر باودر، شويه كراميل، براحتك. المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. قولوا لي الطبق ده لو هتشتروه من بره هيكلفكم كام، ولو ما تعملوه في البيت هيكلفكم كام؟ نسمي الله وناكل بقى. طعمها حدوته، لازم تجربوها.